فهي من القضايا التي تؤثر في المجتمع ككل وحتى على الشكل النظام السياسي، كما كان له تأثير على المجتمع السوري وخاصة بعد الاستقلال، إذ ظل متأثرا بالواقع المفروض أثناء الاحتلال العثماني على المنطقة، والتي لم ينظر إلى المرأة إلا من خلال نظام الحرملك الذي فرضه، وكان من نتائجه أن يبقى الحراك النسوي مختزلا في بعض النوادي النسوية والنخب. وهذا أثر أيضا على القوانين والدستور الدولة السورية، مما أسهم بشكل أكبر في إقصاء المرأة من كافة جوانب الحياة المجتمعية الثقافية والاقتصادية والسياسية. نتيجة هذا الإقصاء تجلى في انزواء المرأة بنفسها عن الأطر الفاعلة في المجتمع السوري، مما أدى لخلل اجتماعي عميق، وخاصة بعد غزو التيارات السلفية والتكفيرية التي كانت بمثابة الطامة الكبرى التي لحقت بالمرأة وما زالت. ومع بداية الأزمة السورية تحولت المرأة إلى سلعة وسائية تباع وتشترى في أسواق النخاسة، وتعرضت للتعذيب والاعتداء في أقضية السجون والمعتقلات، فكانت الضحية الأولى للصراع الدائر في سوريا، إذ دفعت الفاتورة الأكبر خلال سنوات الحرب. أما اللامركزية طبعا هو مصطلح جديد في ديبات السياسة. اللامركزية هي نقل السلطة كما تحدثت إلى المؤسسات المحلية لكل إقليم، أو فينا نقول الإدارة، لأن كل منطقة تتمتع بسلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية، كما نقول على مبدأ كل مكة أدرى بشعابها. طبعا وهي فصل الدين عن الدولة، بمعنى آخر الدين لله والوطن للجميع. كما نطالب أيضا بفصل السلطات عن بعض، يعني السلطة التنفيذية إلى مكانتها، السلطة التشريعية إلى استقلاليتها، واستقلال القضاء. والقضاء أنا طالب إنه يكون ما له علاقة بالأحزاب المرأة، ما يكون متحيز أبدا، يكون ما له علاقة بالأحزاب، عندما يكون في تحيز لأي جهة سلطة تكون قرارها مستقل وما حدا يقدر يمن عليه نهائيا القضاء. أما بالنسبة لما ذكر حيث اللامركزية، يعني بالحقيقة احنا كنا نعمل مثلا الزمان بالمركزية كنا نقول في نوع من التشنج في بعض الأمور بالقضايا والجمود بدون ما تقدر الحالات الخاصة. طيب يوم اللي تجاوزوا هذا الموضوع صار قالوا انه لا اعطوا شوية صلاحيات للأطراف. للأسف لقينا انه صار في فساد، كثر الفساد، وتجاوز هذا الموضوع، موضوع انه خدمة المجتمعات او الهدف الأساسي اللي صار. فنحن اللامركزية انه نضل كل الشكل الداخلي فقط، مثل ما قلنا تحقيق الهدوء، تحقيق الاستقرار. كل منطقة مثل ما قالت ست ليزا انه كل محافظة هي أدرى بخصوصياتها، لذلك يعني انه تبقى شأن داخلي. أن يكون إلا بدور المرأة ومشاركتها، ودور المرأة في التحول الديمقراطي رهين بإشراكها في كل المجالات وتمتيعها إلى جانب أخيها الرجل بنفس الحقوق المدنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، لأن المرأة لعبت دورا جدا، دور محوري في التغيير الإيجابي للمجتمعات. وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، فهي تحسن التدبير في البيت كيفما كانت الإمكانيات المادية المتوفرة لها، وكذلك لن تلعب دورها الأساسي في المجتمع وتكون رائدة إلى جانب أخيها الرجل، لأن مسؤولية الدولة هو توفير الحماية للنساء والتقديم الخدمات، لأن هذه حقوق إنسانية يجب أن يتمتع بها كل إنسان، وخاصة في ظروف سوريا